يا سلام عليك يا فنانة، جبتي من الآخر. الفنانة سلوى عثمان وقعت بلسانها وحرقت مسلسل جعفر العمدة بالغلط. الحكاية بدأت لما صحفي سألها: هو دورك في جعفر العمدة كده انتهى؟ الحقيقة الصحفي كان ذكي جدا، لأنه استفز الفنانة سلوى اللي أكيد مش هتطلع بالدور الصغير قوي ده بعد تاريخها واللي قدمته في الدراما المصرية. فردت بشكل تلقائي وسريع جدا وقالت غصب عنها إن لا خالص، الدور ما انتهاش لحد كده، وأنا هطلع في الآخر أحكي لهم سر هم ما يعرفوهوش ومحدش عارفه غيري. طبعا كلنا عارفين إن بعد وفاة سيف ما بقاش حد عارف سر إن سيف يبقى ابن جعفر العمدة غير بلال شامة وخالد سيف اللي هي الفنانة سلوى عثمان. يعني هي كده قالت بالغلط قصة السيناريو، وإن جعفر هيفضل يدور على ابنه لحد ما الفنانة سلوى عثمان تظهر وتقول له إن سيف يبقى ابنك يا جعفر، وينتهي المسلسل على كده. والغريبة إن برضو المخرج محمد سامي نزل على صفحته على الفيسبوك إن سيف شبه جعفر في كل حاجة، صحيح ابن الوز عوام. فتفتكروا بقى هم بيتسحبوا من لسانهم فعلا، ولا بيتعمدوا يضيعوا علينا متعة المسلسل عن طريق إثارة الشغب حواليه؟ ولا يا ترى في مفاجأة هنشوفها مع بعض في الآخر؟ مستنيين آرائكم وتعليقاتكم.